اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. هنعمل مع بعض النهاردة القطايف زي ما انتوا شايفين كده، أنا بوريكم شكلها وهندخل دلوقتي على المقادير وعلى الحشو والتحمير مع بعض بإذن الله. بس أنا بحب أشجعكم في أول الفيديو عشان تشوفوها معايا وتكملوا الفيديو. زي ما انتوا شايفين أنا عملت القطايف وعملتها حلو وعملتها حادق. دي طبعا القطايف الحلو، أنا حشيها زبيب، وهوريكم دلوقتي القطايف الحادقة. طبعا القطايف الحادقه دي زي ما انتم شايفينها بوريلكم اللي هي ناشفه من بره ومقرمشه وطريه وهشه من جوه. طبعا القطايف الحادقه دي انا حاشيها جبنه شيدر وجبنه ولانشو. طبعا الحشو ده انت حابه تحشيه احشي، حابه تحشي لحمه، حابه تحشي فراخ، اللي انت حابه تحشيه احشيه. هنبدا بقى دلوقتي ندخل على طريقه العجينه بتاعتها زي ما انتم شايفين معايا. طبعا هنستعمل الخلاط، وزي ما قلت لك ما عندكيش خلاط استعملي كبه، ما عندكيش كبه هتستعمليها بالمضرب اليدوي عادي في بوله معاكي وهتطلع معاكي برضو جميل. انا كده حطيت كوبايه لبن، طبعا انا عاملاها المره دي بلبن، وادي كوبايه ميه، وهتلاقوا برضو فيديو تاني معموله بالميه زي ما بنشتريها من بره. هنزل بربع معلقه صغيره ملح، ومعايا قطعه خميره، وهنزل كمان بمعلقتين زيت. طبعا عامله دي باللبن وعامله اللي هي بالميه العاديه هتلاقوها برضو على القناه، لو حابين تجربوها جربوها اللي هي بالميه زي ما بنشتريها من بره. بس انا حبيت اعملها مغذيه شويه بما ان احنا عاملينها في البيت. ونزلت تاني بنص كوبايه لبن على ميه. زي ما قلت لكم انا حبيت اعملها مغذيه شويه لان احنا طبعا عاملينها في البيت، فحبيت اضيف لها شويه لبن، وكمان عشان هعمل منها حادق. ادي اول كوبايه دقيق، طبعا انا رحت اجيب كوبايه الدقيق التانية وهرجع تاني على طول بسرعه نعملها مع بعض. وادي الكوبايه التانية. طبعا الدقيق اللي احنا بنستعمله الدقيق العادي بتاعنا، اللي احنا اي دقيق موجود عندك في البيت. طبعا عشان عندي الخلاط صغير زي ما انتم شايفين كده عامل كده، المفروض انا كنت نقصت الدقيق شويه، بس يلا هينضرب معانا وهيبقى زي الفل دلوقتي. كده انا شغلت الخلاط عشان اتاكد ان الخليط معايا انضرب. زي ما انتم شايفين القوام معايا لا عزاله تقيل ولا خفيف. انا بوريكم قوامها. زي ما انتم شايفين النار معايا واطيه او نار هاديه خالص. اول ما هبدا انزل بمعلقه زيت صغيره امسح بيها الطاسه اللي بستعملها. طبعا انت مش كل مره بتمسحي بالزيت، هي اول مره بس. وسيبناها ريحت معانا حوالي 5 دقايق. طبعا لقيت الكوز التاني صغير ومش هيلحوس معايا وانا بفضي منه، فحطيتها في كوز كبير. هتبداي بقى تفضي، لو انت حباها بقى عصافير صغيره هتستعمل. التحكم بتاع اللي هي كبيره او صغيره ده هيكون في ايدك، حسب حابه تعمليها عصافير صغيره او حابه تعمليها كبيره. بصراحه انا بعملها بالبركه زي ما بتطلع معايا، انما انت لو حابه تطلعها كلها مقاس واحد هتعمليها بالكبش، وهتحاولي تخلي الكبشه اللي انت بتفضيها تكون قد بعضها عشان تطلع معاكي نفس الحجم. بس انا بصراحه ما بتفرقش معايا، لان ممكن انقي الكبيره واحشيها واخليها مره لوحدها، وانقي الصغيره برضو واحشيها واخليها مره لوحدها. زي ما انتم شايفين كده هي معايا على نار هاديه. لما بدات تعمل معاكي التفتحات اللي انت شايفاها دي تعرف ان القطايف تطلع معاكي مظبوطه باذن الله. كده يبقى انت ماشيه على الطريق الصح بتاع القطايف. طبعا هي بتبدا تنشف معاكي، ما بتطلعهاش غير ما كل العجين اللي فيها ده يختفي. كده خلاص بدات تستوي معانا، وقعرها لونه زي ما انتم شايفين كده لون ذهبي فاتح.
طبعا هي الكاميرا زلمها هي لونها طالع اجمل من كده. وطبعا هنطلعها بقى على قماشة قطن او على فوطة تكوني مخصصاها للمطبخ، عشان كل ما تطلعيها هتغطيها عشان ما تنشفش معاكي لحد ما تخلصي الكمية بتاعتك كلها. طبعا بقى هنبدأ نعمل مع بعض تاني لحد ما نخلص الكمية كلها. زي ما وريتكم الأولانية هبدأ أعمل معاكم برضو كمان، عشان اللي ما خدش باله في اللي احنا عملناه في الأول يشوف معانا دي. كده خلاص القطايف اتعملت معانا، هنبدأ بقى نطلعها من الطاسة. طبعا دي طاسة كريب اللي موجودة في كل بيت، ما عندكيش دي هتعملها في طاسة تيفال، أو ممكن كمان تعملها في طاسة ألمونيا بس تكون محملة معاكي شوية، تكون الطاسة تقيلة ما تكونش طاسة خفيفة عشان ما تحرقهاش معاك وما تكونش استوت. فيعني ما اشترطش تيفال أو جرانيت، زي ما قلت لك ممكن الألمونيا بس تكون تقيلة. أنا بوريكم القعر بتاعها وبوريكم شكلها. طبعا انت بتطلعيها وتفرديها عشان ما تعجنش، وتحط على وشها الغطا عشان تفضل طرية معاكي. هنبدأ بقى نكرر العملية دي لحد ما نخلص الكمية اللي عندنا كلها. كده خلاص انا خلصت كل الكمية اللي معايا، بوريكم شكلها بعد ما عملتها. طبعا عشان احنا كنا بنفرطها وبنغطيها على طول طالعه معانا طريه زي الفل، وكمان مش ملزقه. في ساعات احنا بنشتريها من بره تحس ان هي ملزقه معاكي كده، تحس ان هي معجنه، تحس ان هي ما استوتش كويس. انما دي طالعه معانا زي الفل ومستويه وطريه كمان. طبعا انا بحشيها زبيب، انا هعمل منها حلو ومنها حادق، فانا هحشي معاكم دلوقتي الحلو. طبعا انا ما كانش موجود عندي غير زبيب. كده بقى هنبدأ نحشي مع بعض الحلو زي ما انتم شايفين. طبعا في الوقت ده انا ما كانش عندي غير زبيب بس، فانا هحشيها زبيب. انت حابه تحشيها اي حشوه احشيها، حابه تحشيها زدانه، حابه تحشيها جوز الهند، تعملي خلطه بينهم مع بعض اعمليها. بس طبعا احنا بنتصرف بالموجود عندنا في البيت. كده خلاص انا ببدأ احشي الحلو. ده الحلو بعد انا ما حشيته. طبعا معلش انا حشيت كمان حادق بس المقطع ده شكله كده اتقطع من الفيديو، فهوريكم الحلو والحادق بعد ما احمره. طبعا احنا حاطين زيت على النار يكون سخن، ما يكونش حامي جامد عشان ما يحرقهاش معانا من بره وتكون لسه ما استوتش. احنا عايزينه زيت يكون سخن، لا يكون بارد عشان تشرب معانا زيت، ولا يكون سخن جامد عشان يحرقها. كده خلاص هبدأ احمرها. طبعا هنحمر الحلو الاول. زي ما انتم شايفين انا بدأت احمر فيها. وطبعا احنا عاملين الشربات بتاعها والشربات بارد عشان القطايف تطلع سخنة على شربات بارد على طول. والشربات بتاعها بيكون تقيل، يعني كوبايتين سكر عليهم كوباية مية عليهم نص عصرة ليمون، وهنسيبها تغلى حوالي 5 دقايق. طبعا ده بعد انا ما حمرتها. ده الحلو وده الحادق. زي ما قلت لكم المقطع بتاع حشو الحادق اتحذف مني وانا بعمل الفيديو. هقطعها معاكم من جوه عشان تشوفوا شكلها. طبعا الحلو ده انا زيته الشربات اللي قلت لكم عليه، شايفينها طالعه معانا من بره لونها ذهبي ومقرمش، ومن جوه طريه وهش. ودي الحادق. الحادق ده انا كنت حاشياه جبنه شيدر ولانشو، ده اللي كان موجود عندي. انت حابه تحشي بقى لحمه مفرومه، حابه تحشي الفراخ معصجه، حابه تحشي الجبنه، حابه تحشي خضار، اللي انت حابه تحشيه احشي. ممكن تحشيها جبنه قريش كمان.